جماعة خدوا بالكم فكرة ان هو اي شركة موبايلات بتقوي الجلاس بتاع الشاشة، محدش يجي يقول لك ما انا ممكن اركب سكرين بروتكتور واسترخص في الموبايل ولو الشاشة كده كده مش هتتخدش. لا، ده هيأثر على الكواليتي بتاع الكاميرا بتاع الفرونت فيسنج كاميرا، لان السكرين بروتكتور فيلم الريفراكتيف اندكس بتاعه او معامل انعكاس انكسار الضوء مش زي السكرين بتاعت الموبايل، وبالتالي هيقلل الكواليتي، الى جانب ان الريفلكتيفيتي بتاعته او معامل انعكاسه او الريفلكتيف اندكس بتاعه برضو اسوأ من شاشة الموبايل، لان الموبايل بيبقى معمول له كوتنج ان هو يمتص اكبر كمية ضوء. فحاول تجيب اعلى كواليتي للازاز ممكنة، ولو هتجيب سكرين بروتكتور يا ريت تجيب اللي هو مخروم من عند الكاميرا. وانا كنت وحافظ عليه ان هي الازاز بتاع الموبايل بتاع الشاشه ما يتجرحش. انا كنت عامل فيديو بيقول ليه ازاز الكاميرا لو اتجرح كواليتي الصوره هتقل، هلزقه لكم في الفيديو ده. عمرك فكرت سبب ان اداء الكاميرا بيتراجع كل ما الموبايل بيقدم؟ اسباب كتير ممكن تعمل كده، بس اهم سبب ان ازاز عدسه الكاميرا بيتخدش، سواء من مفاتيح او تكرار وقوع الموبايل او اي حاجه تانية، وده بيقلل جوده التصوير. الخدوش دي كانها خطوط رفيعه قريبه جدا من العدسه. طبعا حد ناصح يسال ويقول لي انا ليه مش بشوف الخطوط دي في الصور النهائيه؟ الاجابه ان الخطوط دي رفيعه جدا وقريبه جدا من العدسه، اقرب من المينيمم فوكس ديستانس، وبالتالي بتظهر بس بتكون اوت اوف فوكس. خليني اشرحها عملي، بس في الاول اسف على اني بستخدم صورتي. هنا هنقلد السكراتشز بخطوط رفيعه جدا، كحت اكتر يا عم يلا، مفاتيح، وقوع، رزع في التليفون الغلبان، استخدام سيء. وبعدين هنعمل لينس بلور للخطوط، وهكبر الديستانس للاخر لان الخدوش قريبه جدا واي حاجه بالنسبه لها بعيده جدا. طبعا لاول وهله هتحس ان مفيش حاجه اتغيرت، بس لما تقرب هتلاقي في نزول جامد في الشاربنس. في اسباب تانية كتير، منها ان السنسور نفسه جودته بتقل مع الوقت والاستخدام، واحيانا تحديثات السوفت وير ما بتكونش هي الافضل لنسخه تليفونك.